أعطيك جواب لا ريب فيه. بكل بساطة يا عزيزي الأموي الجحش، لأنه رجال الوطن وحماة دياره يلي بالعادة بيحافظوا على البلد وبيحافظوا على أهلها، انتو حطيتوهم بالمعتقلات بسجون أبو محمد الجولاني زعيم تنظيم 11 وجبهة الخضراء. هدوك هن يلي كانوا حماة الأرض والعرض، هدوك هن اللي كانوا من كل الأطياف والمذاهب والأديان، هدوك هن اللي كانوا بيقاتلوا بكل مكان وزمان وبس بلقمة خبز وحبة بطاطا، ما بدين أي مقابل، ومع هيك كنتوا تطلعوا تتمسخروا عليهم. هدوك لما غابوا وحطيتوهم بالمعتقلات وبالسجون اتمزق النسيج السوري وما حدا بقى بيحب الثاني وصار القتل والخطف على الهوية. هدوك يلي بغيابين صارت تنتهك حرماتنا وحرماتكم يا أغبياء، وتغتصب أراضينا وأراضيكم من القريب قبل البعيد. بدك لخص لك إياها بجملة وحدة ما في غيرها تكرم عينك. لما غاب رجال الله والوطن انتهى الوطن وانتهت حتى رحمة الله تنزل علينا وعليكم. بالنهاية إن شاء الله ألف مبروك لأبو يائير ولخينا أبو علي بوتين ولأي أخ من باقي إخواننا اللي بده يجي يخلصنا منكم ومن بلاويكم ومن إرهابكم ودعشنتكم. هلا بنهاية هذا الفيديو رح أترككم مع فيديو هو عبارة عن فيديو من آلاف الفيديوهات لعناصر من الجيش السوري الحقيقي، حقيقي غصبا عنكم. هذا الفيديو صار بأواخر سنة 2011 بريف دمشق. بيوثق لك هذا الفيديو اشتباك طاقم عربة دفاع جوي، هاي انتم ولا مرة سامعين فيها او بالاحرى سمعتوا فيها اول ما سقطوا النظام ورحتوا اعطيتوه الاحداثيات للجيش الاسرائيلي مشان يضربها، كرمال سيادة ابو محمد الجولاني رئيسكم يخلوه يستلم الحكم. فهي العربة اسمها عربة دفاع جوي بنتصير اس1. فبيوثق لك هذا الفيديو اشتباك طاقم هي العربي مع 3 موجات قصف من الطيران الإسرائيلي اللي هو طيارات F-35 فخر الصناعة الأمريكية. وقتها يا حبيب قلبي يا حبيب عمري، انت حماة الديار يلي انت حاططهم بالسجن وبالمعتقلات اسقطوا وافشلوا كل الصواريخ من الموجة الأولى ودمروا صاروخين من الموجة الثانية، والصاروخ الثالث نزل بالعربة وفجرها، واستشهدوا اللي فيها اللي هن بيحبوا الحياة كما انتم بتحبوا الموت. دويرة ايه سيدي ايه سيدي في هدفين هلا رمينا على الاول وعلى الثاني، هلا بدنا نرمي. ايه سيدي ايه في اهداف دمر معلم. معلم هدفين الاولانيين. ايه سيدي في اهداف جاي من اتجاه الغرب.